2020 قاضي يقول لك اودي في 2002 انت راك درت، بصح انا راه تبت. مرات اللي كنت نجي لهنايا كنت نتعامل معامله مليحه، كنت نجي هنايا النهار الاول بلا ورق بلا حتى شي حاجه، كنت نخدم عادي يخدموني الناس، ما خصني حتى شي حاجه. انا في 2022 نورمالمون تدخل لاكاب تكونيكتي، حنا قدام بطوله تاع الريزو والله ما راك مكونيكتي قدام. هذا الإخوان جزائري هرب من بلاده خوفا من العدالة، دخل المغرب باش يكمل حياته هنا في المملكة المغربية. كيعاود القصة ديالو من نهار دخل المغرب. معك هو ياسين، مواليد 1998 15 نوفمبر بمدينه مغنيه ولايه تلمسان، اصل جزائري. المشكل اللي وقع لي كان مشكل مع العداله في الجزائر، هو المشكل اللي كما نقولوا خلاني باش نغادر التراب تاع الجزائر وندخل المملكه المغربيه، فهمت خويا؟ باسكو الناس تكون في مغنيه هي اقرب نقطه حدوديه للمملكه، فهمت؟ صدري على بها هربت وجيت لهنايا، راك معايا خويا؟ هذه هي النقطه اللي صرات لي المشكل صرا لي مع العداله في الجزائر. المشكل اللي صرا لي هو يعني دخلت للحبس على باطل، عاود دخل الحبس على باطل، ما داير حتى شي حاجه، من بعد خرجت هكا وقاعده الدوله تتبع فيا على باطل وما داير حتى شي حاجه. المشكل الاخر هو اللي حسيت به كاع، مشكل تاع شريت ما شريتش، بعت ما بعتش. كنا احنا بينا 4 في قضيه، من بعد تقدمنا للمحكمه، واحد كان عاد في حاله فرار، قدمونا يا خويا تسقسينا برك، انا سقساوني على سميتك نكوتك، شريت ما شريتش الحبس. دروك انا وكيجي داخل المحكمه لابوليس يقول لك يا ودي لبس سروال وما تلبسش لاكوست وما ديرش كاسكيطه وما ديرش شابو. دروك حنا ما عرفناش واش المحكمه هذا القاضي انا غادي يشرعني على الاقوال تاوعي ولا غادي يشرعني على الهيئه تاعي، فهمت؟ وما مطرحش وما حتى يشرعك على السوابق. كاين عاود هذه النقطه، القاضي يشرعك على السوابق العدليه تاعك. دروك بار اكزومبل انايا نحكي لك مثال، انت داير 6 قضيات ولا 7 في 2002، تجي 2020 القاضي يقول لك اودي في 2002 انت راك درت، بصح انا راه تبت وهذه قدره جات وانا ضربت هذا السيد. سولني علاش، ما تقوليش في 2002 راه 18 عام فاتت، انا راه تبت وصاي وليت نبيع ونشري، هذا السيد راه جات بلاني وانا اللي ضربته. ما تقوليش اودي راه درت في 2002 و2001 و2000، فهمت؟ نورمالمون العداله خويا، العداله انا المشكل مع العداله في الجزائر معايا خويا، والمشكله تاعي العداله في الجزائر، ما عندي حتى مشكله اخرى انايا مع الشعب الجزائري، فهمت اخويا؟ انا راه كنت خرجت منبر، خرجت واحد المنابر وبقيت نهضر، والقصد تاعي انا ما كانش نقصد الشعب الجزائري، فهمت اخويا؟ باسكو ميم انا راني جزائري راك معايا، نقول لك ما نقدرش ننكر انا اصلا، راك معايا اخويا؟ كاع الدنيا الطوال ما تجي تسقسيني تقول لي خويا انت مين؟ جزائري، نقول لك واه جزائري، فاهم اصاحبي؟ ايه ما نكرش اصلا، علاش نكر اصلا اخويا؟ جزائري صادي جزائري، فهمت اخويا؟ دخلت شحال من مره لهنا المغرب وتليفونيت شحال من مره للجزائر. المرات اللي كنت نجي لهنايا كنت نتعامل معامله مليحه، كنت نجي هنايا النهار الاول بلا ورق بلا حتى شي حاجه، كنت نخدم عادي يخدموني الناس، ما خصني حتى شي حاجه، وانا بطريقه غير شرعيه، راك فاهم؟ دروك من بعد كي صراو لي هاد المشاكل وكاع، انا قلت نبدل المدينه، نبقى انايا دائما في مشاكل مع الدوله، نبدل الولايه كيف قلت انا نبدل البلاد ونرتاح ديريكت، معليش انا نسمح في بلادي وكاع ونبدل، فهمت؟ شحال من واحد يقول لي ودي انت يا مريض درت اللجوء هنايا المغرب، انت يا مريض علاش ماشي درت اللجوء الالمان، اللجوء الطاليان، فهمت؟ دروك انايا باغي نسقسيك اخويا، انا جيت لهنايا درت اللجوء هنايا، انا عارف بلي المغرب ما غاديش تسمع، المغرب ما غاديش تردني، فهمت؟ انا نمشي ندير اللجوء في الالمان ولا اللجوء في الطاليان، نضرب 6 ولا 7 شهور ويقبضوني يقول لي يهود الجزائر، يقبضوني يهودوني الجزائر، يديوني للمحكمه يشارعوني صديق يدخلوني للحبس، المهم انت داير الغرامه الماليه، التهمه تاعك باينه، مغادره التراب الجزائري بطريقه غير شرعيه. سقسيني الاسباب تاوعي علاش انا غادرت، شوف لي المحيط نتاعي انا كش عايش فيه، شوف لي الظروف اللي خلاتني انا نغادر، فهمت؟ باش تعطيني انا هذه الغرامه، بالك انا محتاج دراهم غادرت انا للالمان ولا للطاليان ولا للمغرب، هي وغادي نرجع انا لهذه الجزائر، هي وانت تجي تعطيني الغرامه، انا بداتي غادرت غير باش نجمع راسي ومنا ونلم وهذه وتانا نصوفي كما يصوفيو الناس، لا غالب انا بانت لي على المغرب، انا ما مشيتش للالمان والطاليان، انا شفت في الاوروب في التليفونات، شفتها في المواقع منا، انا عجبتني المغرب، عجبتني انا المغرب، انا جيت للمغرب وعشت فيها، انا ما تفرجت لهاش، راك فاهم اخويا؟ ما تفرجتش في التليفون ولا وراوني في الميكرو، انا عجبتني انايا المغرب، عجبتني المعامله تاع الناس، الضحك، اللعب، ما كاش اللي كيما نقولوا دايها فيك، كل واحد دايها في سوق راسه، الناس عقليه اوفر، كيما يقولوا هنا في المغرب حتى واحد ما يتسوق لك، ديها في سوق راسك، دير اللي بغيت، ما كاش اللي يتسوق لك، ما تخرجش في حاجه تاع الامن وصاي، الحاجه اللي يعاقب عليها قانون، واخا ما غاديش كيما نقولوا حنايا، راهي الا ما عاقبكش القانون، راه الشعب ما يرضاهاش البلاد، فهمت اخويا؟ نورمالمون الجزائر دروك الا سمعوني الحكومه ومنا ما يصدروش كيما نقولوا اوامر اخرى في حقي، راك معايا؟ نورمال يصدروا امر بنفي ديريكت، اصدار امر بالنفي، ما بغيتش نرجع للجزائر صايبوا اخويا، يصدروا امر بالنفي، ماشي يصدروا امر القاء القابض ولا تخرج لي شي منظاري ولا حكم عاود اخر غيابي، فهمت اخويا؟ ما خصناش عاود احكام
دروك انا اللي خرجت، انا الجزائر ديمقراطيه شعبيه، فهمت؟ انا ديمقراطي حر نهضر واش نبغي انايا، فهمت؟ غدوه ما غدوه كي نسب نقول الرئيس ونسبح، ولا نسب الوزير، ولا نسب رئيس الجيش، ولا ما عنديش علاش نسبح، فهمت؟ ما درتش نقول لك بلي ما درتش، خدمت نقول لك واه خدمت، راك معايا؟ احنا نمشيو وزاره الاتصالات ومن هذيك الاتصالات كونيكسيو، رانا في 2022 نورمالمون تدخل لاكاب تكونيكسي، حنا قدام البطوله تاع الريزو الله ما راك مكونيكسي، قدامك البطوله هكا وقت الريزو الله ما راك مكونيكسي. هي الاولى حاجه الاولى اقسم بربي انا على حسب الراي تاعي، زعما انا على حسب ما يبان لي نورمالمون يديروا لجنه محلفه من اجل محاربه الرشوه والغش، فهمت؟ حاجه الزوجه نمشيو نديروا فيريفيكاسيون وزاره العدل، هاد الاحكام اللي قاعده تصدر فيهم ومن هاد القاضي ننتظروا كل يجي الله يرحم الوالدين، واحد واقف قدامه يا خويا عنده 24 عام ولا 25 عام، يقول له انت متهم بحيازه المخدرات، يقول له سيد الرئيس هادين انا متهم، يقول له كاينش تهميني، يقول له انا متهم سيد الرئيس انا هذا ما صونات لي ما صونات له، هي قال لهم سميتي جابوني، يقول له العداله اخذت مجراها، روح لك 33 عام، سيدي يمشي للحبس 33 عام 25 عام، فاهم؟ هاد القاضي دروك اللي من 33 عام تاع حبس يمد 20 عام 25 عام، ما عرفتش نقول واش عادي، ما فهمتهاش واش نورمال يمد لك 33 عام ويزرفك للحبس، فهمت اخويا؟ واه قبضت الناس تسرق عطيها 5 سنين 7 سنين، انا في المغرب تسرق تدي 7 8 10، هنا في المغرب روح خون دروك تليفون، المغرب كومبليت اللي يحكيك، فهمت؟ روح خون تليفون شي واحد ولا شي وحده ولا نقص شي دار، المغرب كومبليت اللي يحكيك، راك معايا؟ انت تبقى تقول يا ربي قبضوني البوليس، راك معايا؟ والله انت تبقى تقول يا ربي قبضوني غير البوليس وما يلحقنيش هذا الشعب اللي قاعد يجري موراه، ومن بعد كي تمشي للمحكمه قبل ما تمشي للمحكمه تنضرب ومن بعد عاد يقدموك للوكيل، والوكيل كيتحقق معاك باللي سيفري انت خونت ودوبيطه متلبسا. التهمه تاعي التاليه لا شهود عيان، في المحكمه دومونديت انا شهود عيان، قال سيد الرئيس كالضحيه لابد من شهود عيان، لابد من وجود ادله، وخير دليل هو يجب ان تتوصل شرطه قضائيه من حيث رفع البصمات الى وجود دليل يثبت قيامي بهذا الجرم. قضيه بقات تشوف فيها كيما هكا، قلت لي واه تهضر باللغه العربيه، قلت لها واه سيد الرئيس تهضر باللغه العربيه، قالت لي تأييد الحكم هو عام. شتي الفيديو عجبك ما تنساش دير لايك والاشتراك طبعا الى اول مره كتشوف القناه وبغيتي تتابعنا دير اشتراك وفعل خاصيه الجرس باش ديما يوصلك الجديد ان شاء الله. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد.